اسبانيا البلد اللي بتطرد السياح وفي نفس الوقت ملايين الناس بتحلم تعيش فيها، بلد زحمة السياح فيها خلت الإيجارات تولع، بلد عدت بأزمة اقتصادية كبيرة سنة 2008 بعد انفجار الفقاعة العقارية ولسه آثارها موجودة لحد النهاردة، وكمان في قوانين زي وضع اليد اللي بتعمل مشاكل كبيرة. وفي نفس الوقت اسبانيا واحدة من أفضل بلاد العالم في المعيشة، مدن جميلة تخطف العين، شوارع مليانة حياة، وأكل من ألذ ما يكون، وخصوصا السي فود عندهم، ناس بتعرف كده تعيش وتستمتع وسهرات ما بتخلص. والأهم اسبانيا بقت من افضل بلاد العالم لتقاعد كبار السن، واخده تصنيف المركز الثالث على العالم للتقاعد. لو انت فوق ال 55 سنه يا حاج هتلاقي هدوء، تكلفة معيشة مناسبة، جودة حياة عالية، وطقس رائع على عكس باقي دول أوروبا. ودرجة الحرارة في مدريد العاصمة ممكن توصل ل 40 درجة مئوية، وشمس ومصيف بقى وكده. في حلقة النهاردة هنشوف أسبانيا من الناحيتين، المشاكل اللي محدش بيتكلم عنها، وجمال الحياة اللي مخليها حلم لناس كتير. احنا كمان هنتكلم عن المعيشة بالنسبة للمهاجرين اللي عايشين في أسبانيا عاملة ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب يا حبيب قلبي، عايزين نوصل 1000 مشترك بقى كده، عيب قوي يعني. وانزل بالانترو. اسبانيا على عكس باقي الدول الاوروبيه التانية، المهاجرين مش مشكله، السياح هم اللي مشكله. On the streets of Barcelona, locals armed with water guns are getting loud. The message to tourists: go home. رغم ان اسبانيا بقت من اكتر دول العالم استقبالا للسياح، الا ان السياحه عندهم بقت سلاح ذو حدين. الزحمه الكبيره في مدن زي مدريد او برشلونه خلت الحياه صعبه جدا على السكان. في 2025 91.5 مليون سائح زاروا اسبانيا، وده رقم مرعب وضخم جدا. اسبانيا اصلا عدد سكانها 49 مليون، يعني صباح الفل، عدد السياح ضعف السكان. برشلونة لوحدها بيجي لها 15 مليون سائح، ولو مش حاسس الرقم يعني عدد السياح اللي جم في مصر في 2025 من 18 ل 19 مليون. فمدينة في اسبانيا جايبة 15 مليون لوحدها. اصلا عدد سكان برشلونة حوالي 1.5 مليون، عدد السياح عندهم 10 مرات. يعني انت لو رحت برشلونة على ما تلاقي واحد برشلوني بحق، يعني هتلاقي كل اللي جايين سياح، ما بين كل 10 في واحد بس برشلوني. انا مدريدي المشكله الاكبر بقى تكمن في الجزء اللي جاي ده، وهي انتشار شقق بنظام اير بي ان بي. واللي ما يعرفش نظام اير بي ان بي فهو نظام ايجار للشقق باليوم او بالاسبوع، مش بالشهر او بالسنه. انا مثلا معايا شقه في اسبانيا وعايز اجرها، فبدل ما اخليها بالشهر او بالسنه الايجار واخد مثلا 900 يورو 800 يورو 1000 يورو في الشهر، لا انا لو حولتها بنظام الاير بي ان بي هاخد 900 يورو في الاسبوع. في سياح كتير بتيجي هاجر لها باليوم بالاسبوع بالليله كده يعني، واخد 4-5 اضعاف اللي هعمله في الشهر من النظام ده. وده خلى الايجارات عاليه قوي في اسبانيا، وفي ازمه في الاسكان لدرجه ان ناس كتير من السكان ما بقتش لاقيه سكن مناسب ليهم في المدينه بتاعتهم. فعشان كده بدأنا نشوف احتجاجات ضد السياحة الزايدة، والناس بقت تقول ان اسبانيا بقت للسياح اكتر من اهلها. اسبانيا فيها مشكلة ان اي حد ينفع يحتل شقتك، ده لو انت معاك شقة فاضية او قافلها مثلا، اللي هو وضع يد يعني. وطبعا حاجة طبيعية جدا لو حد عمل كده، اول حاجة تيجي في بالك هتروح تبلغ البوليس. فالبوليس يقول لك ايه بقى؟ لو اللي جه قاعد في شقتك ده قعد اكتر من 48 ساعة وانت لسه ما بلغتش، فهو كده البوليس ما يقدرش يطرده، لازم امر قضائي من المحكمة. وشوف بقى فين وفين على ما يجيبوا لك حقك ويمشوا راجل، يعني فيها سنة. ففي السنة دي بقى ممكن تقعد لك في هوتيل او شقة بنظام الاير بي ام بي. وده خلى ناس كتير تخاف مثلا ان هي تسيب الشقة بتاعتها فاضية، والموضوع ده بقى عامل قلق كبير خصوصا للمستثمرين واصحاب العقار. موضوع وضع اليد ده مش اعداد قليلة اللي حصلت، يعني عندك في 2022 البوليس سجل 16000 حالة، يعني في 16000 واحد راح بلغ يا جماعة في واحد قاعد في الشقة بتاعتي مش عارف اطلعه. طبعا مش كل المدن فيها الحوار ده، في مدن هي اللي مشهوره بحوار وضع اليد زي برشلونه ومدريد وفالنسيا، ده عشان دي اكتر مدن فيها ازمه سكن. متوسط المرتبات في اسبانيا من 1800 يورو ل 2000 يورو، لو هتأجر استوديو في السنتر ممكن ياخد اكتر من نص المرتب. عشان كده 65% من الاسبان عايشين مع اهلهم، وبالمناسبه دي اعلى نسبه في الاتحاد الاوروبي، مش زي عندنا انا مثلا اللي هو الواحد بيفضل عايش مع اهله لحد ما يتجوز. لا، هم عندهم الواحد بيكبر شوية بيعتمد على نفسه، بيأجر شقة لوحده وكده. ف65% من الأسبان عايشين مع أهلهم، فدي أكبر نسبة في أوروبا. المرتب هناك يخليك عايش كويس من حيث إيه؟ إنك تاكل وتشرب وتنام. انما جو بقى احوش وابعت فلوس واعمل، يعني مش اسبانيا اللي فيها كده. هتعرف تحوش بس يعني جزء كده صغير، لان الفرد هناك يعني بيحتاج في الشهر بتاعه بكل مصاريفه طبعا بتختلف، بس في الرينج 1150 يورو. طبعا بقى على حسب انت لو مأجر في السنتر، مأجر بعيد شوية، مأجر بعيد خالص، مأجر في قرية، فبتختلف على حسب
انت فين. لو هتأجر مثلا استوديو في مدريد او برشلونة هيكلفك في الشهر حوالي 1300 يورو، طبعا ده رقم كبير. فلو انت رحت على فالنسيا بنفس الرقم ده هتاخد بيه مثلا شقة اوضتين وصالة، وطبعا كل ما تبعد عن السنتر كل ما السعر يقل. فاقول في المتوسط الايجار هناك مثلا 1000 يورو، قبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة. قبل كورونا لو انت مثلا مصاريفك 400 يورو، فبعد كورونا قول 1000 يورو مصاريفك. الاسعار زادت قوي في اسبانيا من قبل كورونا لبعد كورونا. ولو انت يا باشا بقى واحد رايق كده عايز تعيش في قرية وسط البقر، يعني هتدفع من 450 يورو وانت طالع، فهتوفر. فالبقر ارحم. وبمناسبة البقرة كنا عاملين حلقة عن الهند، هسيبها لكم في الاي اللي فوق، يعني هتستفادوا كتير، وبجد حلقة ما انصحكش تسمعها. عندهم كمان ضريبة القيمة المضافة على اي حاجة ممكن تتخيلها ينفع تشتريها. في ضريبة قيمة مضافة بتكون نسبتها 21%، وعلى المطاعم 10%، وده بيغلي الاسعار عن اللي انت بتشوفها. سعر لطيف حلو ده. يلا البس 21%. لو وصلت معايا لحد هنا حط لايك وسبسكرايب. قلت فكرك اهو، شفت انا جدع وبفكرك عشان عارف انت اكيد نسيت، اكيد انت نسيت. يلا نكمل. مصاريفك كده في الشهر لو انت واحد عادي عايش في اسبانيا، مصاريفك لوحدك كأكل وشرب هتكلفك مثلا سكة من 150 ل 200 يورو في الشهر. طبعا ده الاسعار في اسبانيا حلو. يعني عندك مثلا كيلو الفراخ من يورو ليورو ونص، يعني نقول مثلا سكة 70 جنيه. لتر اللبن ب3 يورو. حط على 200 يورو دولت ال1000 دولار بتوع الإيجار، على مثلا نقول 100-200 يورو تاني على كهرباء وغاز ومية، والباقي بقى هو اللي ينفع تحوشه. ونسبة الخصوبة عند الستات في أسبانيا 1.2 طفل لكل ست، يعني طفل ودراعين. وطبعا ده رقم قليل. انت عندك في نيجيريا لكل امرأة 7.8، يعني كل واحدة بتخلف 8 ما شاء الله. هنا كل 5 ستات مثلا في اسبانيا بيخلفوا 6، يعني واحدة من نيجيريا بيهم كلهم. اما بقى بالنسبة لنقطة العلاج، فدي نقطة بتضايق ناس كتير قوي. بص كده، خليها قاعدة كده في حياتك. لو انت في اسبانيا اي حاجة تخص الاسنان اسعارها غالية بطريقة مبالغ فيها. يعني لو انت نزلت مصر بتذكرة طيران وقعدت لك كده اسبوع او اسبوعين وعملت اللي انت عايز تعمله في اسنانك في مصر، ورجعت تاني بتذكرة طيران تاني على اسبانيا، اللي هتصرفه اقل من اللي هتعمله في اسبانيا على طول في اسنانك، عشان تبقى متخيل. اما بقى لو اي حاجة تانية غير الاسنان فهي بتبقى على حسب بقى هل دي اسعارها تبقى مكلفة او لا، انما الاسنان اسعارها مبالغ فيها. فلو عندك اي مشكله في اسنانك ما تفكرش، ارجع على ام الدنيا. النظام الصحي في اسبانيا من الافضل في العالم. تقول لي يا عم انت لسه بتسيب وتلعن على السنان وبتاع؟ لا، ما بتكلمش على كده، بتكلم على الجوده، يعني الاجهزه الحديثه، التعامل مع المريض، كل الحاجات دي. واسبانيا بالنسبه لباقي الدول المتقدمه التانية هي كده مش غاليه. يعني انت لو هتعمل حاجه في اسنانك مثلا في امريكا، يعني ربنا يكون في عونك. طب ايه المجاني في الرعايه الصحيه في اسبانيا او شبه مجاني؟ مثلا عندك الرعايه الاساسيه زي الكشف العام، التحاليل، الطوارئ. وبس في مشكله في قوائم الانتظار الطويله، يعني ممكن تحجز قبلها بشهر مثلا. تخيل تبقى انت تعبان دلوقتي تروح عايز تكشف، يقول لك بقى انا استنى الشهر الجاي. طب اروح البيت اموت، يقول لك بقى انا هو ده اللي عندي. فهتضطر ترجع مصر برضه تكشف وترجع تاني، وبرضه بقى تكاليف قليله بالنسبه للي هتدفعه هناك. فالحل ايه؟ لسه مش فاكر. ارجع لأم الدنيا، البلد ده احسن من غيرها. من الحاجات اللي ممكن تزعلك في اسبانيا هي البيروقراطيه. اي اجراء حكومي زي الاقامه او الورق او حتى تسجيل عقد ممكن ياخد وقت طويل وتعقيدات كتير جدا. كتير من المعاملات الحكوميه لسه بتعتمد على الورق التقليدي ومواعيد مسبقه، وساعات ممكن تروح اكتر من جهه عشان تخلص حاجه بسيطه مثلا. وده بيخلي ناس كتير تقول ان الاجراءات في اسبانيا بطيئه ومرهقه شويه، زي البرتغال برضه. كنا عاملين حلقه عن البرتغال، هسيبها لك في الاي اللي فوق، حلقه جميله جدا، انصحك تسمعها. ومن الحاجات المهمه اللي لازم تبقى عارفها في اسبانيا هي اللغه. الاسباني هي اللغه الاساسيه هناك، وناس كتير بقى خصوصا كبار السن ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي. يعني لو انت في مدن كبيره زي مدريد او برشلونه او حتى فالنسيا ممكن تمشي حالك بالانجليزي عادي، لكن بقى في المدن الصغيره او الاماكن الشعبيه اكيد هتحتاج الاسباني. وكمان يعني الافضل لو انت رايح اسبانيا انك تتعلم الاسباني في مصر، لان اصلا اسبانيا فيها 4 لغات، يمكن كمان يبقوا 5، وهي اللغة الأسبانية والكتالونية والباسكية والجاليسية وفي الأندلسي. بس اللي بيتكلموا أندلسي بيتكلموا بسرعة قوي، فمحدش بيفهمهم من الأسبان اللي حواليهم، هم بس اللي بيفهموا بعض. طبعا أنا قفلتك عن أسبانيا، انت شايفها كلها سلبيات دلوقتي ومحطم، بس لا، في أجزاء كتير حلوة. بس أنا قلت إيه، أعيشكوا حياة المهاجرين اللي عايشين هناك.
اسبانيا واحدة من اقوى الدول السياحية في العالم، وبتتصنف على طول المركز الثاني عالميا في عدد السياح اللي بيجولها بعد فرنسا، وده حسب منظمة السياحة العالمية، ودي ارقام ضخمة جدا مقارنة بعدد سكانها، وده بيوضح قد ايه الدولة دي جاذبة للسياح. من اشهر المعالم كنيسة ساجرادا فاميليا في برشلونة، ودي بقى كنيسة مختلفة عن اي حاجة شفتها قبل كده، تصميمها غريب ومليانة تفاصيل ولسه بتتبني لحد دلوقتي، وبيزورها اكتر من 4.5 مليون سائح في السنة. وكمان في قصر الحمراء في غرناطة، وده واحد من اهم المعالم الاسلامية في العالم، تصميمه وزخرفته بيديك احساس ان انت رجعت بالزمن لعصر الاندلس، وبيستقبل حوالي 2.5 مليون زائر سنويا. وكمان في بارك جويل في برشلونة، وده بقى مكان فني مفتوح مليان الوان ورسومات، وواحد من اشهر اماكن التصوير في اسبانيا. وكمان القصر الملكي في مدريد، وده من اكبر القصور الملكية في اوروبا، وبيوضح فخامة الحكم الملكي الاسباني. وكاتدرائية اشبيليه وبرج الخيرالد، وده مزيج من العمارة المسيحية والاسلامية، وبتعتبر من اهم المعالم التاريخية في الجنوب. السياحة في اسبانيا مش مجرد اماكن بتروحها، عندك شواطئ من اجمل شواطئ العالم، وحياة ليلية تعتبر من الاجمل في اوروبا. ليه الناس بتختار اسبانيا، وليه واخدة المركز التاني على العالم في عدد السياح؟ بص، اسبانيا فيها تنوع رهيب، من بحر لجبال لتاريخ لمدن قديمة ومدن حديثة، وطقس مناسب اغلب ايام السنه، واكل حلو خصوصا السي فود، اسعار اقل من دول اوروبيه كتير. والعدد الكبير من السياح ده هو اللي عمل ضغط على بعض المدن، وخلى في مشاكل زي الزحمه وارتفاع الاسعار والايجارات والشقق. وفي نفس الوقت، وحقيقه يعني لا يمكن ان احنا نغفلها، هو مصدر دخل ضخم جدا للبلد، واسبانيا يعتبر قايمه على السياحه بايرادات بتتجاوز 90 مليار دولار. وفي النهايه اسبانيا مش مجرد دوله للسياحه والشواطئ الجميله كده وخلاص، دي بلد فيها روح مختلفه، تحس ان الناس فيها عارفه يعني ايه تعيش. يعني الناس من كتر ما هم رايقين بيطردوا السياح، يلا يا عم توجعناش دماغنا، بين تاريخ كبير وثقافه غنيه وحياه كلها حركه. فيها مشاكل زي اي دوله، لكن يمكن ده جزء من واقعها اللي بيخليها واقعيه اكتر. وفي النهايه اسبانيا مش المكان اللي تزوره وخلاص، اسبانيا هي المكان اللي ممكن تسيب فيه جزء منك وتبقى عايز ترجع له تاني. طبعا كل الكلام ده هلس، مصر بلد الفراعنه هي رقم واحد، واللي ما شربش من نيلها خسران كتير، واللي ما جربش يغني لها خسران اكتر. وما تنساش اللايك والسبسكرايب يا حبيب قلبي، وقول لي في الكومنتات كده تحب الحلقه الجايه تكون عن انهي دوله مثلا او عن اي موضوع، اكتب لي. بفكرك عايزين نوصل 1000 مشترك، ويلا سلام.